زمان لما كنا بنسمع عن واحد كسب مليون جنيه كان ممكن ما نصدقش. بس دلوقتي الموضوع بقى حقيقي وسهل جدا حد ياخد مليون جنيه. الموضوع المرة دي مضمون لأنه من الحكومة نفسها. ازاي تقدر تكسب مليون جنيه بمنتهى السهولة؟ وايه الأماكن اللي ممكن تصرف منها الفلوس؟ خليك معانا واحنا هنقولك كل الخطوات في التقرير ده، فتابعونا. وزارة المالية بدأت اليومين دول عملية التشغيل التجريبي لبرنامج فاتورة حمايتك وجايزتك. البرنامج ده ببساطة هو أول برنامج بيحفز المواطنين على طلب الفاتورة أو الإيصال من المتاجر والمحلات. وتخيل إنه مقابل كده هتاخد خصومات وقسايم شراء مجانية كمان. هتدخل سحب دوري على جوائز كبيرة قيمتها بتصل لحد مليون جنيه. ده غير كمان هدايا وجوائز تانية كتير، وأي حد يقدر يشترك في البرنامج ده. وركز معانا واحنا هنقولك دلوقتي على الخطوات كلها. أول حاجة لازم التاجر يبعت رسالة من رقم الموبايل المسجل على منظومة فاتورتك حمايتك، والرسالة دي مجانية وبيبعتها لرقم 9119 وده الخاص بالمنظومة. لازم يكون في الرسالة رقم موبايلك وقيمة الفاتورة بالحاجات اللي انت اشتريتها، والتاجر يقدر يبعت رقم العميل وقيمة الفاتورة بالعربي أو بالإنجليزي على حسب الأسهل ليك وليه. بعد كده النظام من نفسه بيبعت لك رسالة نصية فيها كود تأكيد على المعلومات وتفاصيل معاملة الشراء اللي انت عملتها. يعني الرسالة اللي هتجيلك هتكون بالشكل ده: لقد قمت بشراء من فلان الفلاني من فرع كذا بقيمة 100 جنيه مثلا. لتأكيد المعاملة ارسل كود التأكيد على 919. يعني الرسالة اللي هتجيلك هتكون بالشكل ده: لقد قمت بشراء من فلان الفلاني من فرع كذا بقيمة 100 جنيه مثلا. لتأكيد المعاملة ارسل كود التأكيد على 919 مجانا. بعد ما تبعت كود التأكيد على الرقم المجاني هيجيلك رسالة نصية فيها كود الخصم الخاص بيك وتاريخ ومدة صلاحيته، وهيكون في الرسالة كمان رابط إلكتروني فيه أسماء تجار الهدايا علشان تقدر تروح تستفيد بالخصم. وبيكون شكل الرسالة: مبروك كسبت كود خصم رقم كذا وصالح حتى تاريخ كذا، وللحصول على الخصم زور لينك المنظومة. ولو عندك أي استفسار أو أي حاجة مش فاهمها تقدر في أي وقت تتصل على رقم 16395 وهم شغالين على مدار اليوم وهيوضحوا لك كل حاجة. التشغيل التجريبي لبرنامج فاتورة حمايتك وجايزتك ابتدى بالفعل في 5 مولات كبيرة في القاهرة، هي مول العرب ومول كايرو فيستيفال ومول مصر ومول سيتي ستارز ومول سيتي سنتر. الحكومة بدأت بالمجموعة دي بس من المولات علشان تقيس تفاعل الناس مع البرنامج، وكمان بيقدموا خصومات فورية تقدر تستفيد بيها أول ما موظف الكاشير يبعت رسالة معاملة الشراء اللي وضحناها لك من شوية. والمادة رقم 74 في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته بينص على إن وزير المالية من حقه بعد ما ياخد موافقة مجلس الوزراء إنه يسمح بتقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار كمان، بس بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة. وزارة المالية عملت البرنامج ده بهدف خلق ثقافة ضريبية جديدة وتحفيز المواطنين إن هم يطلبوا الفاتورة من المحلات. وكمان البرنامج ده في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وبالبرنامج ده مصر بتاخد خطوة كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي.